السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه النهارده؟ ميعادنا مع الايه منيو الاسبوع، ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تستفادوا منه حاجة. واول اكلة هتكون كرشة وفاصوليا اللي هي معين سودا. هنحمر البصلة، هحمر البصلة كويس وهحط معاها معلقة من معلقة الدهن دي، علشان بصراحة انا بحب احط دهن، بيخلي طعم الاكل حلو، وفي نفس الوقت على فكرة والله صحي عن السمنة اللي احنا بنشتريها من بره. حمرته وبعد كده حطيت الطماطم وتشيت بالتوابل، ولو عاوزين التفاصيل خش على الفيديو هتعرفوا اكتر منه. وكنت سالجة انا كنت سالجة الكرشة ومنضفاها. على فكرة انا بحط الاسود ده كان نوى، انا بحط نوى مع اللحمة او اي حاجة لما بتتسلج. وهحمر وهعمل رز بالشعرية، وده كان الغدا بتاع النهاردة. يعني كان رز بالشعرية، وكان كان كرشة وفاصوليا، زي كده زي ما انتوا شايفين كده. والاكله التانية هتكون سمك. صلاه على النبي ولا لسه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انزل بقى يا حلوه يا جموره في الكومنتات صلي على النبي، واطلعي تاني كملي الفيديو تمام. ولو انت مش مشتركه في القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس، واكتبي لي لايك ودوسي كومنت تمام. اكتبي لي لايك ودوسي كومنت اكتبي لي كومنت ودوسي لايك تمام. انا هعمل سمك عادي مجلي، فالسمك ده اصلا ماما هي اللي بعتهولي، فانا هجلي السمك وهعمل رز صيادية عادي. وكمان ما عملتش جنبيه سلطة، انا عملت طحينة. وده كان الغدا بتاع النهارده، يعني اصلا ما دفعناش فيه فلوس تمام. يبقى كده سمك ورز صيادية و... وطحينة. وانت لو عندك سلطة، انا ما كانش عندي حاجة السلطة فما عملتش. لو انت عندك سلطة اعملي. ويكون ده شكل الاكل، وعيش واسع من اللي ماما كانت بعتهولي، وده كان شكل الاكل. بصراحه كان طعمه حلو. وهنعمل مع بعض حاجه حلوه كده سريع، كيكه بالشوكولاته، سهله كده ومش بتبوظ يعني مع اي حد، يعني حلوه. هنعملها كده مع بعض. بصوا شكلها تحفه وطعمها كان تحفه. بصوا بقى، انا بسجل لكم اصلا وانا عند ماما في البلد، انا مسافره دي لي كام يوم، والفيديوهات ديت يعني الفيديو ده انا مسجلاه وقلت انزله لكم، يعني بحيث ان ما اقطعش من الفيديوهات. حطيت كوبايه لبن، كوبايه سكر، ونص كوبايه كاكاو، وكوبايه الا ربع زيت. بس رجعت حطيت كوبايه لبن تاني تمام. لو عاوزين التفاصيل ممكن تخشوا على الفيديو، انا هسيب لكم لينك الفيديوهات ديت في تحت في صندوق الوصف تمام. هحط 3 بيضات، وهحط فانيليا، وهضربهم مع بعض بعد ما خدت كوبايه من صوص الشوكولاته الاول. وهحط بقى كوبايتين ونص دقيق، وهخلطهم كويس. وانتوا عارفين ان احنا في الكيكه بنسخن درجه الحراره بتاع الفرن كده جامد، علشان يكون معانا مظبوط، يعني عشان تبقى الحاجه معانا حلوه. زي ما انتوا شايفين كده بحط دقيق كوبايه كوبايه كده وبنخلها، علشان اطلع منه. لا يعني ادخل فيه هوا، مش هطلع منه هوا، او ادخل او اطلع، يطلع منه هوا يدخل فيه هوا، انا مش عارفه ليه، بس المهم ان احنا بندخل الدقيقه عشان الكيكه تطلع حلوه. وهعملهم كويس. بعد كده بس هحطها في الفرن ومتنسوش تحطوا البيكنج باودر. وبس كده، سهله والله مش صعبه يعني. يلا يا عسل يا قمر، انا عارفه ان انت عايزه تعمل كومنت، بس الفيديو خدك انزلي يلا روح اعملي كومنت ودوس اشتراك لو انت مش مشتركه في القناه، وفعلى زر الجرس، واكتبي لي لايك. يلا كده شجعيني، يا رب الفيديو يعجبكم. بس كده نكون خلصنا الكيكه، وهندهن البايركس كويس، وهنحط في الكيكه. اهم حاجه زي ما انتوا عارفين نكون مسخنين البوتاجاز مسبقا على درجه، وبعد كده نخليه على درجه حراره متوسطه على الرف اللي في النص. بنهدي يعني النار، وعشان ما تتلسعش مننا وتستوي من تحت وتبقى من جوه مش مستويه. وهنحطها في الفرن. هتاخد معانا، انا خدت معايا بالظبط يعني نص ساعة. هنطلعها دلوقتي. بص بقى شكلها بعد ما طلعت عامل ازاي، شكلها حلو ومستوية من جوه، ما فيهاش اي حاجة خالص. هنقطعها كده مع بعض. كده نقطع بس كده مع بعض الكيكة عشان نحط عليها صوص الشوكولاتة، عشان الشوكولاتة تتشرب صوص الشوكولاتة كله.
اللي احنا كنا سايبينه من الاول. تمام، انا ما حطيتوش في التلاجة، انا كنت فضلت سايباه كده على الرخامة لحد ما الكيكة استوت. بعد كده هحطها، مش عارفة قلتلكوا ولا لا، بس احنا هنحطها في التلاجة كده لحد ما تبرد كده والصوص ياخد منها كده ويتشر، يعني الكيكة تتشرب الصوص عشان يبقى طعمها حلو. وهطلبها زي ما وريتها لكم كده في اول قبل ما نعملها. احنا دخلنا التلاجة، وبس شكلها بعد ما طلعت من التلاجة شكلها تحفة. جربوها ان شاء الله تعجبكم وتحبوا. ما تزعلوش بقى من اي صوت هيطلع في الفيديو، انا زي ما قلت لكم انا عند ماما ومش عارفه اتحكم في الاصوات كويس، هتسمع اصوات حيوانات، اصوات بني ادمين. بس كده هواتي وخلصنا الكيكه الحمد لله. ندخل بقى نعمل الغدا اللي بعد كده. كان لحمه بالبصل اللي هو كباب حله. تمام، هنقطع كميه بصل محترمه زي ما انتوا شايفين كده. هنظبط يعني كام بصلايه، انا المفروض كنت احط كميه بصل اكبر من كده، بس زي ما قلت لكم كسلت. بس كده هحطه على النار اخليه يدبل شويه. ادبل البصل شويه مش هحمره، اخليه بس يدبل. وبعد كده هنزل عليه باللحمه. اللحمه كانت عندي متجمده، ما كانتش مفكوكه، فانا حطيتها، بس حطيت حبه ميه يعني قد نص كوبايه ميه كده، وسبتهم لحد ما يفكوا مع بعض. لحد يعني انا ما سويتهمش على النار، انا بس خليتهم بس عشان لحد ما يفكوا. صليت على النبي ولا لسه؟ اللي مصليش على النبي ينزل يصلي على النبي في الكومنتات ويطلع. حطيت التوابل اللي موجوده عندي، اصلا اللحمه ما بتحبش توابل كتير، وحطيت 5 نوايا من البلح سنة عن الرسول، وفي نفس الوقت بتسوي الحاجة بسرعة وبتخلي لها طعم حلو. بحاول احمر بردك اللحمة من الجنب ده ومن الجنب ده قبل ما احطها. وبعد كده زي ما قلت لكم ضفت بتاع نص كوبايه ميه، شويه الميه اللي انتوا شايفينهم دول، وغطيتهم لحد بس ما اللحمه فكت. وبعد كده هحطهم في الطاجن اللي عندي وهحطهم في الفرن. اللحمه مش مستويه، اللحمه بس مفكوكه يعني ما كانت مجمده. تمام، هحطها في الفرن. خدت معايا في الفرن ساعه على الرف اللي من تحت، على درجة حرارة عالية. هنا كان الغطا مش راكب عليه، فحاولت ان انا اجيب غطا كويس يركب على الطاجن يعني. زي ما قلت لكم هتقعد ساعة في الفرن، وبعد كده هنطلعها زي ما انتوا زي ما انتوا هتشوفوا كده، هيبقى تحفة. عملت جنبها بس شوية رز بالشعرية، وحطيت شوية من اللي ماما كانت بعتهولي ده. وبصوا شكلها بقى بعد ما طلعت، شكلها تحفة وطعمها احلى واحلى. ان شاء الله لو جربتوها تعجبكم. واللحمة كانت جوسي كده ومستوية حلوة يعني. وادي كده الغدا ده نوع الغدا التاني. هنغرف بس كده الرز زي ما قلت لكم، الرز والصوص بتاع اللحمه والعيش بس كده. انا بعديها عملت عصير يعني، بس ما صورتوش، باين ما صورش. يعني انا حطيت الغدا وبعد كده عملت العصير. هنعمل مع بعض كده فطير مشلتت بردك كنت عاملاه بردك في يوم تاني غدا، هيعجبكم برضو ان شاء الله. تعملوه يعجبكم. هو زي ما انتوا شايفين كده مجرمش كده من بره و... ومن جوه مورج وطري. تمام، بصوا لو عملتوه بالطريقه اللي انا عملت بيها يعني ان شاء الله يطلع معاكم حلو وهيعجبكم. انا بس كنت بحاول ان انا اوريهولكم ان هو قد ايه شكله حلو وطعمه حلو. والغدا يعني كان زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل مع بعض الفطير. حطيت كيلو دقيق زي ما انتوا شايفين كده، حطيت 3 معالق سكر، وحطيت نص معلقه ملح. والماء انا كنت مسخناها عشان بس ايدي تستحملها. وعجنت زي ما انتوا شايفين كده. العجينه كانت سايباها طريه، وبعد كده هقطع العجينه على كور صغيره. انا الرخامه غسلاها ومنضفاها كويس ودهناها بزيت عشان العجين ما يلزقش فيها. وهنا كنت سيحت سمنه. وهنا انا بوريكم يعني ان بفرط كده. لو انتوا عايزين الطريقه بالتفصيل برضو هتلاقوها في اخر الفيديو. هنا كان عندي حبه قشطه. بما بين كل مرحله والتانية انا بريح العجين شويه. ودي كده الفطير بعد ما استوى. يا رب يعجبكم ان شاء الله تجربوه وتحبوه. اهو
الغدا اللي بعد كده بالنسبه لي سهل، وكنت مخنوقه اليوم ده ومتضايقه، وهو ايه، انا عايزه اعمل اكل ما اقفش دقيقتين كده في المطبخ واطلع. ده كان بطاطس، كنت محمره جنبيه بطاطس يعني ومايونيز. الاكله اللي بعد كده ايه، عملت عدس. حمرت بصله، حطيت العدس زي العاده يعني، غسلت العدس وحطيته في ميه يتسلق، وادي البصله حطيتها ونزلت عليه، وبعد كده يعني حطيت له ملح وتوابل، وادي كده الغدا بتاعنا خلص، وادي العيش ومخلل وبس كده. غدا سهل وسريع وكمان اقتصادي. بعد كده الغدا اللي بعد كده مكرونه اسباجيتي بالفشه والطحال، بس كان طعمها حلو، ان شاء الله لما تجربوها برضك هتعجبكم. ما الناس بتعملها بالكبده وناس بتعملها باللحمه المفرومه، انا قلت اغير اعملها بالكبده بالفشه والطحال. بس كده زي ما انتوا شايفين. هحط بقى كده حله، انا كنت سالقه الفشه والطحال من الاول وكبيت الميه بتاعتهم ما احتاجتهاش. حطيت بصله يعني، سبكت طماطم عاديه ونزلت عليهم بالفشه والمكرونه، كنت سالقه المكرونه قبل كده يعني صلصه المكرونه العاديه، ونزلت بس وانا بحمر البصله حمرت الفشه كمان معاهم، تمام، علشان ايه، تاخد من طعم البصل. وبعد كده نزلت عليهم بالطماطم والمكرونه الاسباجيتي وبس، والتوابل بتاعتنا. معلش والله انا عارفه ان في صوت كتير طالع في الفيديو، بس معلش اعذروني، انا عندي. يلا باي.